الأستاذ عبد الله العرفاوي أيضا له هذه المقاربة وعمل مقاربة نقدية، يعني متحايلة شيئا ما عن رحلة الصيف والشتاء، خاصة وأنه عنون مداخلته بتجربة فريدة لنبيه فريد في رحلة الصيف والشتاء. ولكن أين الفرادة؟ أين أنت لامست هذه الفرادة سي عبد الله العرفاوي في هذا الديوان؟ ربما وأنت تلامس ديوان الشاعر نبيه فريد تلاحظ أن هناك اختلافا عن باقي التجارب الأخرى الشعرية على المستوى العام. فالشاعر تارة يكتب لغة نثرية يمتزج فيها الشعر بالنثر، ونلاحظ هناك سردية وبناء حكائي، يعني هناك ما يسمى بتداخل الأجناس على مستوى هذه التجربة. هناك أيضا ما يسمى بالقصيدة المدورة، حيث أن الشاعر يبتدئ ببناء معين أو بنية معينة في أول الديوان أو في أجزائه الأولى، وسرعان ما يعود بطريقة ذكية وفنية إلى نفس الموضوع، حيث أنه يكسر أفق القارئ وفي نفس الوقت يعيده بغفلة عنه ويعيده إلى النقطة الأولى. وهذه التجربة يمكن أن نلحظها أيضا عند محمد الطوبي. وهذا التداخل الأجناسي أيضا في تجربة الشاعر نبيه فريد يمكن أن نلحظها عند محمد السرغيني، حيث لا يمكنك أن تميز في ديوانه بين أن الشاعر يكتب نثرا أو يكتب شعرا أو يكتب بناء نقديا أو غيرها من المستويات الأجناسية الأخرى. وهذا أيضا نلاحظ عند محمد السرغيني من خلال ديوانه الكائن السبائي. هناك أيضا نلاحظ أن الشاعر اعتمد إضافة إلى ما قاله الصديق مصطفى الزين استراتيجية رئيسية في قصيدته، وهي استراتيجية التنص. وهذا التنص الذي يمكن أن يمتح من 3 روافد أساسية: الرافد الديني من خلال القرآن والسنة، والرافد الأسطوري، ثم أيضا رافد الموروث الشعري العربي من خلال سيرة سيف ديازن وألف ليلة وليلة وشهرزاد وشهريار، ثم أيضا من خلال كتابات شعرية لشعراء في العصر الجاهلي كامرئ القيس والنابغة الدبياني وغيرها. إذن فهو نمط يكاد ينماز عن باقي التجارب الأخرى، يمكن أن نلحظه على المستوى الغربي، وربما عند بالنسبة بصورة أخرى أو بصيغة أخرى، إلا أن تبقى هذه التجربة تجربة متفردة ومختلفة وتستحق فعلا المتابعة النقدية والقراءة. شكرا كثير على هذه المداخلة الأستاذ عبد الله العرفاوي، الشاعر صاحب الديوان الغريب في عنوانه ديوان غبي بميزة بليد جدا، وأيضا الشعراء يتبعهم الغاوون. فهل سي العرفاوي أنت من خلال اطلاعك على يمكن هذه الأجزاء ال5 التي تشكل هذه الملحمة الشعرية ممكن الوقوف عند الصورة الفوتوغرافية؟ ربما أن الشاعر استطاع أن يوظف وبشكل دقيق أن يعطي مضمومته الشعرية مجموعة من الصور الشعرية، وإن كانت ذات بعد دلالي معين، فإن هذا التكثيف بالنسبة للصور ربما يمكن أن يصبغها بالبعد الفوتوغرافي في مجموعة قصائده، إضافة إلى أن هناك أيضا تسميات، هذه التسميات وهذه الرموز التي تكاد أن تجسد صورا حية داخل هذا المتن الشعري. وبالتالي يمكن أن نعتبر بأن هذا التجربة هي تمتح أيضا من البعد الفوتوغرافي للشعر. أيضا هناك أيضا ما يسمى بالبعد الكاليغرافي أيضا، خاصة على مستوى البياض الذي أشار إليه أيضا الأستاذ مصطفى الزين، الذي تحول إلى مسودات. إذن هناك هذه اللعبة على مستوى هذه اللعبة الثنائية بين البياض والسواد وبين الرمز والواقع هي ما يمكن أن نعتبره بعدا فوتوغرافيا وكاليغرافيا في تجربة فريد نبيه.
السي عبد الله العرفاوي، هل هناك من إضافة على مستوى الإيقاع المعتمد؟ الإيقاع نلاحظ أن الشاعر مثلا في كتابته الخالية من الفواصل ومن الروابط اعتمد ما يسمى بالإيقاع الداخلي كباقي القصائد التي تخضع لهذا النمط الكتابي، بمعنى أن الشاعر اعتمد خصيصة أساسية في الإيقاع وهي خصيصة التكرار. يقول مثلا: يعوي الذئب يعوي، تجتمع الذئاب تتكئ على المساور تعوي، تتوازع الغنيمة تعوي، ويسير على هذا النمط في كل الديوان. وكذا الجناس، فهناك الجناس يعني بمعنى أن أغلب السطور الشعرية يمكن أغلب السطور الشعرية وإن صح القول أن نعتبرها سطورا شعرية كما يسميها أحمد إسماعيل السطر الشعري، فأغلبها تخضع لقوة الجناس، تتمدد. أرى وجه القاتل في عين المقتول، أرى وجه القاتل أدرك أني كنت القتيل، بمعنى أن الجناس حاضر بشكل قوي في إيقاعه الشعري. هناك أيضا مسألة الطباق، هناك مسألة الطباق بمعنى ذكر الشيء وضده في نفسه. هناك اعتماد ما يسمى المتوازيات الصوتية على مستوى السطر الشعري وعلى مستوى المقاطع وعلى مستوى الأجزاء. إذن اعتماد هذه المستويات لا يعني أن الشاعر اعتمد تكثيفا إيقاعيا على مستوى الديوان بأكمله. يشتد بالألم، يشتد الألم يشتد الألم، أنجو من الموت صدفة، لولا معلقة ابن كلثوم لضاع الشعر. يحكم المنذر: الشعر سبب البلاء، يطرد نفر الشعراء من المدينة، أنجو من الموت صدفة، صدور الرحى الطاحونة تعصر الأمعاء، لولا معلقة ابن كلثوم لضاع الشعر. قصيدة مفعمة بمجموعة من الشخصيات من الموروث الثقافي. سي عبد الله العرفاوي والأستاذ مصطفى الزين، لأن هذه القصيدة تحيلنا دائما على ضمير المتكلم وضمير الغائب، يعني يترنح ينهض، إضافة إلى هذا المد بين المدح والجزر بين المدح والهجاء والرثاء. وممكن أيضا نحس نفس مسرحة الشعر، يعني يمكن أن تكون هذا الجزء يعني عبارة عن مسرحية، على اعتبار أنه استحضر شخصيات من الموروث الثقافي ومن الإرث الثقافي والتاريخي كالحلاج والحجاج والإخشيدي وعمر بن كلثوم وحرب الباسوس وكلثوم بن المنذر وغيرها من هذه الشخصيات التاريخية. هل هذه المرجعية التراثية سي عبد الله العرفاوي يعني هي مرجعية أساسية في هذه الملحمة الشعرية؟ تماما. من خلال تناول هذا الديوان يلاحظ أن الشاعر اعتمد مجموعة من الحقول ومجموعة من المرجعيات تتلقح خلطة لتنساب شعرا بنكهة وذائقة تختلف عن النمط المعهود أو السائد في الشعر العربي، حيث يحضر النص والقص الرمزي الديني قرآن وسنة مضمنا بقوة داخل نصوصه في تلاوينها وشخوصها كنوح أو آدم أو قابيل وحواء وفرعون وغيرها، ومن خلال توظيفه لبعض الآيات القرآنية كما هو الشأن في سورة الإسراء: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وسورة النساء: وانكحوا ما طاب لكم من النساء وسورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن هناك تكثيف أساسي ورئيسي للتناص داخل واستحضار الرمز الديني كمرجعيات أساسية في كتاباته. كما يبرز أيضا البعد الصوفي أو المرجعية الصوفية، فالشاعر متصوف في نبرته تستهويه الحضرة فيلود بالاستحمام الروحي أسرارا مسهدة عبر الكشف والذوق والحدس. هذا الانتماء الصوفي يبرز جليا في افتتاحية ديوانه الذي استشهده بقصيدة صوفي للحلاج: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، إذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. أو كما يقول في الصفحة 38: أرى الحلاج منتصبا يناجي القلب، أرى الحلاج أحس دغدغة الأفيون. هناك أيضا
كمرجع رئيسي ويمكننا أن نعتبره أساسيا في الشعر عندنا به فريد، وهو الرمز الأسطوري بكل أبعاده ودلالاته، كأوديب وسيزيف ونرجس وغيرها من الأساطير اليونانية الأخرى، حيث تتلاقح كما أشرت وتكسر الفعل الزمني والفعل المكاني لتعطي شعرية بنكهة مختلفة وبنكهة متميزة تؤشر على تجربة فريدة ونبيهة كما أشار إلى ذلك الأستاذ مصطفى الزين. شكرا لكل المستمعين، شكرا لضيفنا الأستاذ نبيه فريد صاحب رحلة الصيف والشتاء. هذا الديوان الذي هو عبارة عن مشروع شعري أو ملحمة شعرية كما صنفها بعض النقاد، وفي قراءة تحليلية أيضا للأستاذ مصطفى الزين من مدينة شفشاون، وأيضا الأستاذ عبد الله العرفاوي من مدينة أم الزار صاحب ديوان والشعراء يتبعهم الغاوون، وغبي بميزة غبي جدا، وهو ديوان أيضا صادر، إضافة إلى كما قلنا هذه المقاربة النقدية التي حاولنا أن نقرب فيها هذا الديوان الذي شمله صمت طويل جدا، وحاولنا أن نقربه لكم أنتم مستمعين مستمعاتنا أينما كنتم. شكرا على الانتباه إلى هذا الصوت، شكرا على الاستماع. نلتقي قريبا بإذن الله، مع تحيات محمد المنصوري في الهندسة الصوتية. أسمهان عمور تحيي الجميع وإلى اللقاء. وقلم. قراءة تحليلية للنصوص الإبداعية ومتابعة للأنشطة الثقافية بالمغرب. حبر وقلم تعده لكم وتقدمه أسمهان عمور.